هلا بيسرني ويسعدني أن أستضيف الأخ العزيز القارئ شبير زعيتر، وبالمناسبة هو جريح في المقاومة الإسلامية. أهلا وسهلا فيك شبير، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك وشرفتنا ببرنامج حق التلاوة. طيب شوف كيف بدك توقف أنت هون، يلا. أهلا وسهلا فيك شبير، وإلنا الشرف نستضيفك معنا. الله يخليك، احنا بنتشرف. طبعا احنا عندنا الموضوع اليوم هو على الوقف والابتداء، لكن أنا حابب نبدأ معك أنت أول شيء رحلتك القرآنية وكيف بدأت وكيف هلأ أنشطتك، نشوف أنت كيف أدائك بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم ألف عافية بهذا البرنامج، إن شاء الله يكون في توفيق لخدمة أهل القرآن واللي بيحبوا أنه يستفيدوا أكثر. بداية الانطلاقة مع القرآن كانت منذ الصغر، يعني بعمر 8 سنوات أقل شوي أو أكثر، عبر مجهود شخصي. كان بالأول استمع على القراء وحاول أقلدهم، وبعدين بالانضمام إلى جمعية القرآن الكريم يلي كان لها أكيد دور كبير في تحول بالمستوى، لأن بالجمعية بيكون في دورات تعلم التجويد القرآن وما يتعلق بأحكام الوقف والابتداء والنغمات والمقامات الصوتية. نعم. كملت الطريق. الحمد لله. نحن هلا بدنا نشوف هلا انت بوضعك الحالي، انت من جرح المقاومه الاسلاميه، طبعا اثرت عليك باداء القران، والله بعدك تستمر بنشاطك ويمكن تكون عندك حافز اكثر. بدي اشوف انت كيف هلا يعني كيف بتأدي نشاطك القراني بهالوضع اللي انت فيه. طبعا الوضع ما لازم يأثر على علاقتنا مع القرآن وتفاعلنا من خلال قراءة القرآن. فلا زلنا نشارك في الاحتفالات بقراءة القرآن، افتتاحيات مجالس، مجالس العزاء، قراءة العشيرات في العزاء يعني، وأيضا بعض الأمسيات التي نشارك بها يعني، ويكون لنا الأشرف. ما شاء الله. طبعا أخ شبير، أنت قلت لي أنت مجاز في التمريض، يعني عندك إجازة بالتمريض ومدرس هلأ، يعني بس احكينا شوي عن هيك لشوف نشاطك اللي بوازي نشاط القرآن. طبعا هي استمرارية حياة، بالإضافة إلى قراءة القرآن وما يتعلق بالجانب الديني. تابعت مسيرة العلمية وبدأت في تعليم بالمجال اللي أنا تخصصت فيه في الجامعة. كنت قد أنهيت الإجازة الجامعية في التمريض قبل الإصابة ببضعة أشهر، وأتيحت لي الفرصة بأن أشارك في مجال التعليم يعني. ما شاء الله. بالنظر لوضع الإصابة ما بتقدر تشتغل بمستشفى أو شيء، ولكن في مجال بالتعليم بيمشي الحال. ما شاء الله. طيب بدنا نسمع منك هيك أدائك أنت بالقرآن، صوتك إن شاء الله. يلا. أقرأ من آخر سورة الحشر المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ما شاء الله. إن الله خبير بما تعملون. يا سلام. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون.
صل على محمد وآل محمد. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قراءة كتير حلوة، مقام البيات وطلعت على الراس كتير حلو أدائك، في حنية بصوتك، يعني الأداء كان محكم. عندك شيء تضيفه قبل الختام؟ طبعا نشجع الشباب والأخوة الكرام والأخوات على دراسة علوم القرآن، كانت في مجال القراءة والتجويد أو حتى اللي بيسبقنا فيهم لمجال الحفظ أو التفسير أو أي مجال قرآني يساعد ويفيد في الاستمرار في هذه الحياة، يكون ركيزته هو القرآن الكريم. ما شاء الله. ونشكر لكم حسن ضيافتكم، يعني نحن بنتشرف فيك. الأخ العزيز شبير زعيتر، القارئ والجريح في المقام، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم.